لسه الكوعه طريه من البنزين، فطبعا لسه بتنشف. دوستين بنزين هتبقى معاك تمام. هتلاقي مكانتك فقت معاك في المشي، في السحب، في الصلنسيه. نفس المكنه نفسه وهي دايره هتلاقيها كويسه. المكنه فقت معاك، لو بتمشي 50 هتمشي 55 و60 و70 لان هي خدت نفسها وارتاحت. فده كانت معلومه مهمه جدا قلت اقول لكم عليها عشان خاطر ناس كتير ما تعرفهاش. وصحابات المكن كلهم معلش نصهم عاملينها فنديه والنص التاني معلش على قد ما بيقدر بيعمل. فده حاجه مهمه جدا، مش لازم اكون انا صنايعي او بتاع زيت او عشان ان انا اعملها. انت محتاج عاده، هتحل الكوعه وهتغسلها وتنضفها وتشطفها وتمسحها حلوه، وروح مركب الكوعه بتاعتك كل 4 غيارات زيت معدل كل شهر بالظبط. مش هتخسر حاجه، دي ال3 دقايق اللي هتاخدهم منك، بس هتحافظ على مكانتك. ودايما هتلاقي الكربيراتير بتاعك نظيف، مش هتدخل عادم ولا هتدخل تراب على الصبابات، لان اكتر المصايب اللي بتحصل للصبابات بسبب الاتربه اللي بتخش او التراب اللي بيخش من الكربيراتير والفلتر بيخش على الكربيراتير.